أقوى 5 شخصيات بشرية في عالم دراغون بول. في المركز الخامس عندنا شخصية يامشا، واحد من تلاميذ ماستر روشي، واللي كان ليه دور مهم جدا جدا في بداية السلسلة، وكان بالنسبة لي واحد من أقوى الفايترز، لكن طبعا الزمن عفى عليه في الجزء بتاع زي، ويعني ريست ان بيس ماي بوي. وفي المركز الرابع عندنا شخصية تيان، واحد برضه من أقوى المقاتلين اللي اتقدموا لنا في عالم دراغون بول، مقاتل يجمع ما بين التقنيات والانضباط القتالي بتاع المارشال ارتس وفنون القتال، ولكن برضه مع ظهور الساينز ابتدى يختفي ودوره يقل جدا لحد ما شفناه في بطولة الأكوان. وفي المركز الثالث كريلين، واللي لو عليا احطه اخر واحد في السلسله دي، لكن طبعا هو عنده قوه البلوت ارمر، وشفناه في جزء السوبر بيقف قصاد السوبر سايان بلو جوكو، كمان ما بوي. وفي المركز الثاني عندنا ماستر روشي، مكان مستحق جدا. ماستر روشي بيثبت لك كل مره ان القوه مش بالقوه الجسديه بس، وان في حاجه اسمها خبره، وماستر روشي يمتلك من الخبره كتير. وللناس اللي قرت المانجا، ماستر روشي كان تقريبا كانه هيفعل الالترا انستنكت قصاد جيرين، وشفناه طبعا وهو بيعمل الفاينل كاميهاميها بتاعته، وكمان ماستر روشي فخم للغايه. ولو كنت فاكر ان المقاتلين البشريين كده خلصوا في دراجون بول، فاحب اقول لك ان احنا لسه عندنا مقاتل كمان، لان في المركز الاول عندنا شخصيه اوب، اعاده تجسيد كتبو لكن كبني ادم. عنده قوه مهوله حرفيا، لو اتحكم فيها ممكن يكون اقوى بشري في التاريخ، خصوصا بعد تدريب جوكو ليه. حرفيا اوب هو الاقوى.